يا اخوانا انتوا مش ملاحظين ان الكلام العاطفي والتعبيرات الرومانسية زادت قوي اليومين دول؟ دي مش بس زادت، دي رطرطت. حبيب قلبي، روحي، نور عيني، وحشني يا غالي، انت فينك يا قمر، والنعمة الشريفة بموت فيك. الكلام الحلو ده كله ما كانش في قاموسنا اليومي قبل كده. والكلام ده مش بس بيقوله راجل لست او ست لراجل، لا، راجل لراجل وست لست، واي حد تقابله يقوم رازعك طقم حنية كده من غير اي مناسبة، وساعات من غير سابق معرفة. الشيء الغريب ان شلال الكلام الحلو ده وتعبيرات الحب الفظيع ده جاي في وقت الحب فيه انتهى تماما، والناس ما بقتش طايقة بعضها. والحقيقة ثورة الاتصالات والموبايلات اخترعت لنا وسائل جديدة للتعبير عن الحب، مسجات ورنات جاهزة، لا تتعب دماغك ولا تفكر، يا دوب تكتب سنت وصلت يا باشا. وكلنا طبعا فاكرين عبد الحليم حافظ ولبنى عبد العزيز في الوسادة الخالية، ومكالمات التليفون اللي كانت شغالة بينهم طول الليل، ولبنى بتقول له بصوتها اللي يدوخ: اقفل بقى يا صلاح، وصلاح مش عايز يقفل. كانت بتقول صلاح بطريقة يا جماعة خلتني أعيد الثانوية العامة عشان أحسن مجموعي. كان نفسي يبقى اسمي صلاح من حلاوة صلاح اللي بتقولها. وطبعا عبد الحليم ولبنى كانوا بيتكلموا بالساعات من غير أي مشاكل، لأن مصلحة التليفونات أيامها كانت بتدفع فلوس للي يتكلموا في التليفون عشان يشجعوا الناس تتكلم. النهاردة بقى هنستعرض مع بعض قاموس لألفاظ عاطفية جديدة دخلت حياتنا بعد ظهور الموبايل. تلاقي اللي بتكلمك في نهاية المكالمة بتقولك يلا باي. ايه يلا باي دي؟ كأنها مش قادرة تسيبك، انما يلا باي يلا باي. وبعدين طلعت حاجة جديدة، سي يو بقى. ها، سي يو. ايه سي يو دي؟ ظهرت بقى قفلة جديدة خالص للمكالمات. تلاقي الأنسة اللي بتكلمك بعد 3 ساعات ضحك وهزار قبيح وكلام فاضي من اللي قلبك يحبه، فجأة تقولك بتأثر لا إله إلا الله. وطبعا لازم أرد، محمد رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا ذكر الله سبحانه وتعالى شيء جميل، إنما يا إخوانا إيه موقعها هنا؟ وبعدين أنا مش مسافر استراليا ولا رايح أعمل عملية جراحية. دي بتكلمني 19 مرة في اليوم، وكل مرة تقفل كده لا إله إلا الله. أشوفكم بعد الفاصل. خدوا دي جديدة برضو. في نهاية المكالمة بعد يلا باي وسي يو والحاجات دي، فجأة وقبل ما اهبد السماعة في وشها تقول لي تيك كير. ها، تيك كير يعني ايه تيك كير؟ هي بتكلمني وانا بتسلق جبل المقطم وخايف احسن اقع على جدور رقبتي، ولا انا رايح اتخانق مع جماعة في الدويقة واحتمال مرجعش؟ تيك كير كده في المطلق، خلي بالك من نفسك. يعني اتيك كير من ايه؟ ظاهرة تانية دي بقى غيظاني شوية، لما تتصل بيا واحدة واقول الو، تقوم هي مخضوضة على طول، مالك صوتك مش عاجبني، طمني عليك. انا ما قلتش غير الو، احلف لاني كويس جدا ومفيش اي حاجة، انما هي طبعا مش مصدقاني، فاكراني مخبي عليها المصيبة اللي انا واقع فيها. بليز قول لي، ما تخبيش عليا حاجة. ايه القصة يا اخوانا؟ والنعمة ما في اي حاجة. ولازم طبعا اجاري مشاعرها، ما دام هي مخضوضة لازم يكون عندي انا كمان حاجة تخض، امال اسيبها تتخض على الفاضي كده؟ مفيش، بس اصل عندي شويه انفلونزا. تقوم مصرخه مع اني كنت بطمنها، وما رحتش لدكتور لحد دلوقتي، انت لازم تعمل تشيك اب. لا لا يمكن. الوليه دي بتصوت على مين؟ انا بقول لها عندي انفلونزا عادي، يعني مش انفلونزا الطيور. وعلى كده على طول بقيت شايف كل اللي حواليا نازلين حب في بعض وخوف على بعض، كل الكلام حلو، كل الاحضان دافئه، كل اللقاءات سبايسي، لدرجه ان احنا مش مكفين عيد حب واحد في السنه، عندنا 2 فالنتاين، واحد في فبراير وواحد في نوفمبر. امال نودي الحب اللي عندنا ده كله فين؟ وفي الافراح تلاقي المعازيم نازلين رقص وزغاريت، والعروسه والعريس في منتهى السعاده بحب الناس. بس قرب كده سعادتك لاي ترابيزه ولمع الاوكر، هتلاقي اللي قاعدين نازلين تقطيع في فروه العروسه والعريس واهلهم. ولو دخلت عزا تلاقي المعزين نازلين عياط ونهنها، لدرجه انك ما تعرفش الميت ده اساسا قريب مين. قرب كده سعادتك شويه ولمع الاوكر، تلاقي اللي كان حاطط راسه في ايده ونازل نهنها بيقول للي قاعد جنبه في الصوان سمعت اخر نكته، ويقوموا فطسانين على روحهم من الضحك. حب 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 في كل حته، حب في الكافيهات، في الشارع، في النوادي، في المصالح الحكوميه. مش شايف قدامي غير عشاق ونظرات وتسبيل وعواطف. يا رب شويه كراهيه بقى، الحب مالي البلد. اعزائي المستمعين، بحبكم جدا، مستمع ومستمعة، وحتى اللي مش سامعيني دلوقتي بحبهم جدا. انا مش قادر اوصف لكم بتوحشوني قد ايه من الحلقة للحلقة. عموما
انا مش هنام لحد بكره لغايه ما نتقابل. يلا باي، سي يو، تيك كير بقى، ها، تيك كير بليز. اعملوا تشيك اب عشان انا قلقان عليكم، صوتكم مش عاجبني خالص. تيك كير بقى.